بحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا من فوق الموج عدينا ولا حاجه تاثر فينا يا بيت. طبعا ده موضوع طبيعي جدا. انا لو ماشي في الشارع كده قاعد بتكلم وعملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا، الناس هتقول عليا اتجننت، هيقول ان في مخ حاجه كده غريبه. لا خرا ده بقى. حقك عليا يا نسا، انا اسف انت وهي، بس ايه خرا يا ستي؟ انت ليه قليله الادب يعني؟ يا عم تقل ادب. يعني انت الاول قلت حقك عليا واتاسفت، خلاص خلص الموضوع، نلم الموضوع. ليه تقول لي قليله الادب مش قليله الادب؟ ما انت اللي غلطان، انت بجح، انت غلطان وبجح. طب هو انت واقف في الشارع بترش ميه فاكر نفسك في حمام بيتكم؟ اه يا ستي نفكر نفسي في حمام بيتنا، وبعدين انت لسانك هيطول ولا هتقل ادبك؟ لولا ان انتوا بنتين انا كنت دوست على وشكوا دلوقتي. وانت واخدها عافيه. طب وريني كده هتعمل ايه؟ دي طلعت يا عبد الله من بولايه دكرور، بس انا مش شاب امور. مشكلتي برضو مع الفيديوهات دي ان الضرب دايما بالساوند افكت. يعني اي حد هيغلط معاك في الدنيا دي تقول له طب انا هصحح لك دلوقتي. خلي بالك يا محمد عاشور، اللي انت عملته مع ابوك ده ما كانش ينفع، انت زعقت معاه جامد والمشكله ما كانتش تستاهل اصلا. وانت شفت يا عم الجوكر بعينك، ابويا خلاني قاعد وسط القعده قام ضاربني قصاده، انت عايزني اعمل ايه يعني؟ جدع يا تقوم تزعق في وش ابوك، من الرجوله يا جدعان انت تزعق في وشه وتقف قدام. لا بالنسبه للتيك توك فدي من الرجوله والجدعنه والشبحانه والروشنه، كل حاجه نزعل ابوه ده مبسوط. الف مبروك.